في شُبهة إن أنا ما اخترتش إن أنا أتولد، يا عم أنا ما اخترتش أعيش، ما اخترتش إن أنا أدخل هذا الاختبار، أنت بتختبرني في الدنيا، بتبتليني، بتقول لي تخش جنة لا تخش نار، أنا ما اخترتش أدخل الاختبار ده أساسًا، أنا ما اخترتش إن أنا أعيش وأختبر بهذه الطريقة، لأ في الحقيقة أنت اخترت، وكل لحظة بتختار وبتأكد اختيارك ده، كل نفس أنت بتاخده وبتطلّعه أنت بتأكد اختيارك، فطرتك كده، خلقتك كده، تركيبة الإنسان كده، بيحب الحياة وبيحب الحرية. فطرة الإنسان. لو أنت جبت طفل عنده سنتين وكتمت نفسه هتلاقيه بيزق إيدك، عايز يتنفس، عايز يعيش. ولو جيت حبسته ولا قيدت اختياراته ولا قلت له اعمل كذا وما تعملش كذا هتلاقيه بيعند معاك وبيعمل اللي هو عايزه وعايز يخرج مش عايز يتحبس. لأن فطرة الإنسان، خلقة الإنسان كده، تركيبة الإنسان يحب الحياة ويحب الحرية ويحرص عليها. أنت كده، البني آدم كده يحب الحياة ويحرص عليها ويحب الحرية ويحرص عليها. وطالما عايز تبقى حي وعايز تبقى حر وبتختار، يبقى لازم تكون مسؤول، تحاسب على اختياراتك. هي دي الأمانة اللي ربنا عرضها على السماوات والأرض والجبال، ففطرتهم وخلقتهم إنهم مش عايزين يختاروا، عايزين يكونوا مسيرين ومجبورين. إنما أنت فطرتك إنك عايز تختار وعايز تفكر وعايز يبقى عندك حرية الاختيار. والدليل إنك بتسأل السؤال ده، سؤالك ده في حد ذاته دليل إنك أنت بتفكر وعايز تبقى حر وعايز تختار، عايز تختار تكون موجود ولا مش موجود. فالاختيار ده يقابله مسؤولية الحساب. لأن البديل التاني إيه؟ البديل العدم، العدم ده لا شيء، العدم ده إنك ما تكونش موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كنت من 100 سنة ما كنتش حاجة، ما كنتش موجود، كنت في عدم. هتختار إزاي وأنت في العدم؟ مجرد ما أنت كنت موجود حتى حيوان منوي في مني الأب، أنت ما بين مئات الآلاف من الحيوانات المنوية دي دخلت واخترت إنك أنت تلقح البويضة وإنك تصل إلى الحياة. وفي كل لحظة بتأكد حبك للحياة وحبك للحرية. الوجود إن ربنا خلقك ده مش نقمة، مش حاجة وحشة، ده نعمة وفرصة. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته إن هو خلاك موجود واداك هذه الفرصة إنك تؤمن وتعمل صالح فتاخد نعيم مقيم، تاخد جنة أبدا، تدخل الجنة خالدا فيها. ده نعمة كبيرة جدا، يعني ثواب وفضل أكبر بكتير قوي من اللي أنت عملته. أنت قطعت كام سنة؟ قطعت ربنا 50 60 سنة، المفروض تاخد نعيم 50 60 سنة، لا هتاخد نعيم خالدا فيه. أيوة بس خلي بالك في المقابل في نار، فأنا مش عايز أخش الابتلاء ده لأن ممكن أدخل النار. لا، النار دي لمين؟ النار دي للي يتعمد الكفر بالله سبحانه وتعالى ويتعمد إيذاء الناس، يتعمد الظلم، مش لأي حد. ربنا سبحانه وتعالى رحيم. يعني أنت لما تدخل اختبار في الدنيا ويجي لك الأسئلة، لو في سؤال أنت ما ذاكرتوش، لو ما تعرفوش، نسيته، اتلخبطت فيه، تنقص عليه. إنما في الآخرة مش كده. ربنا سبحانه وتعالى اختبارك، لو أنت يعني أخطأت، نسيت، ما تعرفش المعلومة، لو أنت حتى غلطت عن ضعف وبعدين تُبت، ربنا بيغفر لك. في رحمة كده، في كرم من ربنا كده، شال عنك الذنب بتاع الخطأ أو النسيان أو الجهل أو عدم المعرفة أو إنك أنت تغلط عن ضعف وتتوب، كل ده ربنا يغفر لك بسهولة جدا. إنما هو النار معمولة للي يصر على الكفر ويصر على عصيان ربنا سبحانه وتعالى وعلى ظلم الناس وعلى أكل حقوق الناس، ده يستحق النار. سبحان الله، العقوبة مستحقة للي بيتعمد الكفر والظلم، إنما الثواب ثواب من رحمة ربنا أكبر بكتير من اللي أنت عملته. أنت أطعت ربنا في قدر استطاعتك، المطلوب منك إنك تعمل عمل صالح قدر استطاعتك. في امتحان في الدنيا يقول لك اعمل على قد ما تقدر وهتنجح، على قد ما تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول لك بس في ناس ما بتختارش الحياة، مش في ناس بتنتحر. اللي بينتحر ده واحد على 100,000 من البشر، واحد من كل 100,000 من البشر بيجي له أفكار انتحارية في وقت من الأوقات في حياته نتيجة صدمات نفسية وأزمات واضطرابات. فلما تيجي تقول إن كل 100,000 إنسان في منهم 99,999 بيحبوا الحياة، يبقى هي دي الفطرة، هو ده الأساس. ما تجيش تقيس على النموذج الفاسد اللي حصل نتيجة اضطرابات نفسية ونتيجة إن هو مش فاهم هو عايش ليه واتحط في ظروف بسبب ناس أشرار وناس أذته. فلا، أنت فطرتك وطبيعتك وخلقتك إنك بتحب الحياة وبتحب الحرية، وبتأكد ده في كل نفس بتاخده في كل لحظة، إنك أنت تحب الحياة وتحب الحرية
واخترت حرية الاختيار، واخترت إن يكون عندك عقل، واخترت إنك أنت تكون حُر، فبالتالي لازم تكون مسؤول.